فمر ابويا طول عمره صاحب افضال، يشيل ويتعب ويشارك في صلاح الحال، ولا مره قال خفوا شويه ولا قال تعبان، يسمع كلام والدي ويمشي زي الرهوان. على الغيط يروح كله سعاده مع انه غريب، عشان هناك منبع زاده خضره وبرسيم، ياكل ويشرب وينهى ويعود للدار، ويقوم مع الفجر ينادي على جاره وجار. عليه يرد حمار تاني بنهيق تعبان، ويقول له ها قبل ما تكمل صاحبك خلصان، طول النهار بحرت وسقي وسقوني الويل، واخر المتمة ضربوني وانهد الحيل. نهق حمارنا المتعافي قال له يا غلبان، باين عليهم ناس بخلة وانت العنوان، ده انا صاحبي عنده على فيامة وبقاك اشفول، عليك دريس وكمان خضرة خلتني مهول. لو خيروه بين اولاده او بين يقول ده هو عنده احسن منهم وماهوش دلدول، على الاقل شايل همي وقت الازمات، تروح وتيجي ما يقولش اهو يومك فات. والله واحلف قول صادق، قال له ما تحلفش، نحن الحمير لينا مبادئ ملناش في الهفش. الحاج راح يعمل عمره ويغيب شهرين، كتب وصيه لاولاده الخطوط في العين، بهيم لا ينطق ولا يطلب ولا يسال فين، ما تخلونيش اغضب منكم واليوم الدين. اسبوع يعدي اسمع صوته جوه التليفون، اقوم منهد وازقطط واعمل ازعاج، ومره تانيه شاف رجلي كلها دماميل، خلتني ارقد ولا امشي والمشي قليل. كشف عليا وقال لازم واحد يحديه، اخدني عنده وكتفني وانا رفص فيه. نظف رجولي بكماشه ده غير التكليف، وعمل لي حلوه لكن تحفه، وكمان تعقيم خلاني برطع وانا راجع واعمل حركات، واي جحشه تقابلني اديها مثال. يا سيدي الله الله.